معدل تدريبه في الفرق اللي دربها اللي مش كتير مبدئيا هو 3 سنين، يعني على الاقل بيقعد في كل فرقه 3 سنين، فدي حاجه كويسه بالنسبه للفريق عايز مدرب مشروع زي النادي الاهلي. يعني احنا شفنا كولر 3 سنين، شفنا قبليه موسيماني برضو 3 سنين، فالاهلي عايز حاجه في السكه دي. وده اللي على فكره بالمناسبه ده اللي خلى جوميز مستبعد شويه من الترشيحات. يعني زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان بعد ما كنا بنتكلم على كيروش ومارك روزا قلنا الناس دي خلاص بقت بنسبه كبيره بعيد، الكلام دلوقتي ممكن يبقى على جوميز بشكل كبير، حتى بعض الاعلاميين قالوا خلاص جوميز بشكل كبير في النادي الاهلي. اللي ابعد جوميز عن الترشيحات وخلى الراجل ده هو الاقرب حاجتين، اولا ان جوميز بيتنطط كتير بياخد الكوره، يعني ما بيقعدش في فرقه اكتر من موسم ونص بالكتير قوي، ولا انا في الزمالك خير دليل يعني. تاني حاجه هو قبل كده كان ليه دقه نقص مع الاهلي زي ما قلنا قبل كده، ان هو كان خلاص يعني بشكل شبه رسمي كان موجود في الاهلي قبل كولر، والراجل اللي كان ماضي عقود ابتدائيه وكل الكلام ده كله، وبعد كده قال لك لا مش مكمل ومشي وخلع ويعني شاف حاله في حته ثانيه. واخر حاجه موقف الفتح بقى السعودي اللي هو المدير الفني بتاعه جوميز في حته الصعود او ان هو يكمل في الدوري او ما يكملش في الدوري. موقف الفتح الى حد ما على المحك، فالناس مش عايزه تفرط في الراجل دلوقتي لان هم قدامهم اعتقد مباراتين علشان يحسموا موقفهم ان هم هيكملوا في الدوري ولا لا.